إعلان نتيجة الثانوية العامة بالتأكيد أن هذا هو الخبر الأهم والأبرز، والكل يترقب إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة. ينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ومن المقرر أن تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة. زي ما قلت لحضراتكم انه الكل بيترقب اعلان النتيجه، الطلاب واولياء الامور، واحنا حريصين من تلفزيون اليوم السابع ان احنا نستعرض مع حضراتكم كل التفاصيل، كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة. طبعا يعني كان خلال الساعات القليلة الماضية كان وجه وزير التربية والتعليم، كان وجه الكنترولات بتدقيق مراحل التصحيح ورصد الدرجات والنتيجة لتجنب أي مشكلات أو أخطاء فنية، لتقليل طبعا التظلمات وحصول كل طالب على حقه. كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أن نتائج ودرجات الطلاب بنتيجة امتحانات الثانوية العامة هذا العام مطمئنة وجيدة للغاية، وأشارت إلى أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الدرجات هي أن الامتحانات كانت بدون أخطاء أو مشكلات في الصياغة، وكانت وفق المعايير التي تم وضعها قبل إعداد أسئلة الامتحانات. وأكدت أنه طبعا كان لن يوجد غش جماعي، لم يتم اكتشافه كمان في أعمال التصحيح. إذا بتواصل كنترولات الثانوية العامة تجهيز نتيجة الثانوية العامة، وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة أن نتائج ودرجات الطلاب هذا العام مطمئنة وجيدة للغاية زي ما قلت لحضراتكم. وخلاص يعني خلال الساعات القليلة المقبلة هيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة. احنا الحقيقة في اليوم السابع يقدر أي طالب أنه يحصل على النتيجة فقط برقم الجلوس، بيقوم بتسجيل البيانات، والحقيقة بعد ما يتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بتصل على الفور النتيجة للطالب. تاني، كل طالب سجل بياناتك حالا على موقع اليوم السابع لتصلك النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة. كنترولات الثانوية العامة. منذ قليل خلونا نبدأ مع حضراتكم بالمبشر والرسالة طمأنة كده لأولياء الأمور والطلاب إن حتى الآن نسب النجاح في المواد اللي تم تصحيحها في أغلب المواد نسب النجاح بتتعدى العام الماضي في المواد، لكن نسبة النجاح في العموم لم يتم تحديدها حتى الآن، خاصة إن في مواد لسه بيتم تصحيحها، ومنها الأحياء ومنها بعض فروع الرياضيات لسه مجاري التصحيح شغال فيها في كنترولات الثانوية العامة. وأي حد يقول لك نسبة نجاح دلوقتي كذاب كذاب كذاب، لأن النتيجة لم يتم الانتهاء من التصحيح عشان أقدر أقول لك نسبة في الوقت الحالي. لكن اللي متاح حتى الآن واللي أكد عليه وزير التربية والتعليم الكنترولات شغالة يا جماعة، والتصحيح لسه شغال، وقال ان شاء الله بنسعى او نعمل على ان النتيجه تكون قبل نهايه شهر يوليو الجاري. يعني بنتكلم في ان شاء الله او اللي احنا كنا ناشرينه قبل اسبوع ان النتيجه هتكون الاسبوع الاخير من يوليو، اللي هو بنتكلم في الاسبوع الجاي، عشان الناس اللي عماله تبعت تسال ده بيقولوا النتيجه الاربع الجاي. حتى الان لا يوجد اي مؤشرات الى ان النتيجه الاربع الجاي، والتصحيح لسه شغال. وبعد التصحيح عشان تكونوا حضراتكم عارفين كده بندخل في مرحله اسمها جمع الدرجات، بندخل في مرحله بعد جمع الدرجات واعمال المراقبه والمراجعه والرصد بتدخل في اعداد قائمه الاوائل، وبعدين بتجمع النتيجه كلها في الكنترول الرئيسي بحيث اننا نعمل قائمه الاوائل، وبعدين تبقى جاهزه للاعتماد، وبتعدي بمراحل كتير جدا عشان تطلع او تجمع الدرجات لكل طالب وتطلع نتيجته ونسبته المئويه. فدي مرحله مش هتاخد اقل من اسبوع، فبالتالي اظن يعني والمتوقع ان النتيجه تكون خلال الاسبوع المقبل، وده اللي اتكلمنا فيه مع مصادرنا في وزاره التربيه والتعليم واللي اكده وزير التربيه والتعليم دلوقتي. بالنسبه لي ملامح النتيجه السنه دي، النتيجه حتى الان او المواد اللي تم تصحيحها زي ما قلنا لحضراتكم اغلب المواد نسب النجاح فيها
اعلى من العام الماضي، وده بيأكد على ان نسبة النجاح هتكون مرتفعة شوية بس مش بنسبة كبيرة زي ما الناس متخيلة، عشان برضو نكون نقلنا المعلومة كما نقلت الينا من مصادرنا، مش بالنسبة اللي الناس متخيلها، لكن في نسب مرتفعة فعلا في بعض المواد. في ارتفاع بسيط كمان في عدد الطلاب اللي نسبة نجاحهم فوق ال90، وبالتالي يعني دي هتكون ليها مؤشر في بالنسبة لزملائنا في التعليم العالي وبالنسبة لمكتب التنسيق ان في عدد اكتر من السنة اللي فاتت جايبين فوق 90%، او هيجيبوا فوق 90%، لان المؤشرات بتروح ناحية الكلام ده. طبعا عندنا حتى الآن في المواد اللي تم تصحيحها الناس بتسأل على فكرة حد هيجيب 100%، حتى الآن مفيش أي مؤشر، خاصة إن بعض المواد لم يتم تجميعها، فبيتم تجميع دي هيتضح خلال يومين أو 3 بالكتير لما يتم تجميع درجات كل طالب في المواد، فبالتالي يظهر لنا إذا كان حد هيجيب 100% أو مفيش حد هيجيب 100%. لكن يعني ايه، مش عايزين نسبق الاحداث وخلونا نقول المعلومه اللي متاكدين منها وبس. السنه اللي فاتت ما حدش جاب 100%، طبعا حتى الاول ما كانش جاب 100%. في ناس بتقول ان السنه دي هتبقى شبه كده، لكن انا عن نفسي دي معلومه مش ما اقدرش اتحمل مسؤوليتها، لكن كل اللي اقدر اتحمل مسؤوليته النتائج حتى الان اعلى من العام الماضي اسف. النتائج حتى الان مبشره ومطمئنه. في تصحيح في اخر مواد امتحانات الطلاب لسه شغال فيها التصحيح، خاصه بنتكلم في الاحياء وبعض فروع الرياضه. لسه بعد التصحيح هتدخل مرحله الرصد والمراجعه، وبعد المراجعه هنتم تحديد الاوائل وهنجمع النتائج من كل الكنترولات اللي هو كنترول ألف وب ودال والكنترولات اللي في المحافظات، عشان بعد كده يتم يعني إعلان النتيجة وإعدادها للاعتماد من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. طبعا الوزير أكد كده أو وفق المعلومات اللي برضه حصلنا عليها قبل كده من مصادرنا، إن الوزير كان مأكد إن هو ما عندوش استعجال في النتيجة، أهم حاجة يكون ملتزمين بالدقة وإن كل طالب ياخد حقه كامل دون أي يعني يكون في خطأ في النتيجة أو كده. الناس بتكلمنا من شوية قبل ما نطلع لايف وبيقولوا مش المفروض إن احنا كنا معروف أو المتعارف عليه النتيجة بتطلع خلال أسبوعين. وزير التربية والتعليم السيد محمد عبد اللطيف كان واضح جدا في تعليماته لمسؤول الثانوية العامة السنة دي بقيادة الأستاذ خالد عبد الحكم، وهو عامل مجهود عظيم جدا الصراحة السنة دي. والثانوية العامة مرت أكثر هدوءا في الامتحانات، كان في بعض الثغرات، كان في بعض التداولات، لكن تبقى الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية ووفقا للمتابعات اللي بنتابعها ومراجعتنا أو بحكم شغلنا في وزارة التربية والتعليم أو مصدر التربية والتعليم منذ فترة، دي تبقى من أكثر السنين هدوءا من السنوات اللي فاتت، خاصة في قصة التداول. أي نعم بنأمل يعني أو نتمنى إن احنا ما نشوفش أي تداول لا قبل اللجنة ولا بعد اللجنة، لكن التسريب كان نسبته 0% والتداول كان موجود لكن بنسبة قليلة، وكان بيتم على طول ضبط الطلاب. وعشان تكونوا عارفين أي طالب غش السنة دي وفي محضر مش هينجح للأسف، ومفيش تهاون في القصة دي. أي طالب عمل شغب في أي لجنة برضه مش ناجح وملوش نتيجة، وهتظهر له النتيجة محجوبة خلال إعلان النتيجة. وده كانت تعليمات واضحة وصريحة للكنترولات: لا تهاون في غش، لا تهاون في محضر، لا تهاون مع أي طالب عمل أعمال شغب في الامتحانات خلال هذا العام.